متى يخرج؟ سئل الإمام علي ابن أبي طالب في يوم من الأيام وهو يخطب الجمعة على المنبر، سأله أحد الناس: يا أمير المؤمنين، متى يخرج الدجال؟ يعني متى يظهر؟ متى يخرج الدجال؟ فقال الإمام علي: سوف أخبرك بعلامات وأسباب وهنات يتلو بعضهن بعضا حذو النعل بالنعل، إذا حصلت هذه الأشياء طلع الدجال. الإمام علي يقول لمن؟ للرجل، للناس: هذه العلامات إذا حصلت الدجال طلع. اسمع إلى العلامات التي استقاها الإمام علي من الأحاديث الصحيحة. شوف كلام الإمام علي، وأرجوك رجاء قارن هذه العلامات بأيامنا وحدد كم وحدة طلعت وكم وحدة ما طلعت علشان تعد، وحتى تعرف احنا في أيام الدجال ولا مو في أيام الدجال. كلام الإمام علي لابد أنه أخذه من النبي، لابد له حكم المرفوع. قال الإمام علي: فاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك. هذا كلام الإمام علي. إذا أمات الناس الصلوات فلا ضيعوها، وأضاعوا الأمانات، من الأمين فيهم، وكان الحكم ضعفا، حكم ضعيف، والظلم فخرا، يفتخر الواحد بالظلم، وأمراؤهم فجرة، ووزراؤهم خونة، وأعوانهم ظلمة، وقراؤهم فسقة، وظهر الجور، الظلم صار في كل مكان، وفشى الزنا، وظهر الربا، وقطعت الأرحام، واتخذت القينات، اطلعت مغنيات، وشربت الخمور، ونقضت العهود، وضيعت العتمات، صلاة الليل ضاعت، وتوانى الناس في صلاة الجماعات، وزخرفوا المساجد، وطولوا المنابر، وحلوا المصاحف، وأخذوا الرشاوى انتشرت، وأكلوا الربا، واستعملوا السفهاء، وظفوا السفهاء، واستخفوا بالدماء، أرخص صارت الدماء، وباعوا الدين بالدنيا. سبحان الله، كأن الإمام علي عايش بيننا. وباعوا الدين بالدنيا، واتجرت المرأة مع زوجها، المرأة تدش التجارة مع زوجها، واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا، وركب النساء على المياثر. جواب فاخرة. طبعا الإمام علي ما يعرف شيء في سيارات، لكن يقول في دواب غير دوابنا، مياثر النساء تركبها. وتشبهن بالرجال، جنس الرابع، وتشبه الرجال بالنساء، الجنس الثالث، وكان السلام بينهم على المعرفة، اللي عرف يسلم عليه، اللي ما يعرف ما يسلم عليه. وشهد شاهد من غير أن يستشهد، يشهد على الزور، وحلف من قبل أن يستحلف، يحلف كاذب ما حد طلب منه. ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب، وكانت قلوبهم أمر من الصبر، يعني قلوبهم شوف النتن، وألسنتهم أحلى من العسل، تسمع كلام الناس لكن قلبه خبيث. قال: وسرائرهم أنتن من الجيف، والتمس الفقه لغير الدين، يتعلمون العلم الشرعي ليس لله، والتمس الفقه لغير الدين، وأنكر المعروف، وعرف المنكر. ثم قال: إذا حصل هذا فالنجاة النجاة. اسمع، إن كان لك قلب لمن كان له اسمع، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام